في حارة مصرية بسيطة كان في موظف فقير على قد حاله بيحارب عشان يأكل ويعلم عياله. كان متجوز وعنده 4 عيال، وفجأة سكتة قلبية يقع ويموت. كارثة، مصيبة حلت على العيلة. ابنه الكبير حسن كان طالع من المدرسة وفشل حتى يبقى صبي ميكانيكي وعاطل وعايش بلطجي. والوسطاني حسين ده طالب في ثانوي، وحسنين اخوهم الصغير برضه طالب في ثانوي، واختهم نفيسه متوسطه الجمال ومش متعلمه وفاتها قطر الجواز. يا دي المصيبه، كارثه حلت على العيله. اللي كان بيصرف عليهم خلاص مات، مفيش حد يصرف عليهم. الام تجمع عيالها وتقول لهم بصوا، اللي بيصرف علينا خلاص مات، ابوكم مات، لازم من النهارده نعتمد على نفسنا. ده معناه انه مفيش مصروف ومفيش فسح ومفيش لحمه، لازم نتقشف. حتى اللمبه الجاز لازم نطفيها، هنعيش في الضلمه عشان حتى معناش تمن اللمبه الجاز. شويه والايجار غلي عليهم، اضطروا ينزلوا في البدروم تحت، السقف واطي وريحه العفن في كل مكان. حاله العيله اتدهورت، مصيبه. ما بقاش عندهم دخل والمعاش قليل جدا، مش مكفي ل5 افراد، دول 4 عيال وامهم. ابتدت الفقر يزحف عليهم اكتر واكتر، كل يوم فقر اكتر واكتر. ومن هنا بتبتدي الحكايه، صراع الخير والشر جوه الانسان، صراع الاخوات مع بعض، وصراعهم كلهم مع الفقر والظروف القاسيه. وكأن البدايه كانت نهايه.